ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا دلوقتي على الدائري عند زهراء المعادي. تعالوا نعمل جوله كده في نهايه رمضان من على الدائري عند زهراء المعادي اتجاه مدينه نصر. تعالوا نشوف احنا بقى في اخر اليوم والاجواء زحمه بقى والدنيا ايه زحمه. تعالوا نشوفوا بقى السحله بتاعت ايه، بتاعت كل يوم الواحد وهو مروح. ده المفروض يعني لو واحد بيروح شغل كل يوم اللي هو مش زي قاعد في البيت في رمضان مأندخ يعني. احنا هنروح دلوقتي من على الدائري عند زهراء المعادي اللي على يميننا دي، هنكمل كده على طول ونطلع الكوبري اللي هو بيدخلنا على مدينه مصر الجديده وكده يعني. يلا بينا، صلوا على النبي يا جماعه. واحنا بنعمل جولات حلوه قوي في قناه خروجه، فاللي ما اشتركش في قناه خروجه يشترك، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي انا ما قلتش الكلام ده من زمان تصدقوا. ف بس كده، مش عايز اقول حاجه اصلا. اتفرجوا عليه. بصوا بقول لكم الطلعه اللي جايه دي يمين بتوديك حي الاسمرات والمقطم ومدينه نصر، بس انا مش هخش بقى ايه من حي الاسمرات بقى والمقطم ومدينه نصر، انا هكمل على طول. وانا ممكن ده يوديني برضه، بس بقى عشان ما نتوهش واحنا في رمضان وافطر في الشارع بقى. بس ده مدير الاكاديمي زي احمد صوت الهلال. ماشي، ادينا مكملين مع بعض يا ولاد. زهراء المعادي دي يا جماعه يعني كبيره قوي. انا عملت جوله قبل دي، اللي ما شافهاش يروح يشوفها، هحطها لكم في علامه الاغنيه. جايبها بقى من جوه زهراء المعادي. كل اللي احنا ماشيين عنده ده زهراء المعادي. زهراء المعادي يمين وشمال كل ده. انت بس هتخش كده عند العمارات اللي على الشمال قدام دي اللي هي الازاز دي، اسمها القطاميه. على الشمال دي. احنا بقى خلينا في اليمين خالص. انا طبعا ماشي في الطريق اللي هو بتاع الخدمات اللي على اليمين، ما مشيتش بره ليه علشان هطلع الكوبري ده. الكوبري ده بقى بينزلني كده على طول على بقى منطقه بقى اللي هي دخلات الحي العاشر والحي السادس مدينه نصر يعني. وبرضه اللي عايز يلف ويرجع على الطريق الدائري اتجاه المنيب، هيبقى وهو على الكوبري ده يخليه في اليمين خالص، هيلاقي مدخل يمين كده يخش يمين ويلف ايه ويلاقي نفسه على الطريق الناحيه التانيه كانه عدى الناحيه التانيه. بصوا الدخله اللي انا بقول لكم عليها اللي هي بترجع تاني طريق الدائري، اللي عايز يخشها يخليه في اليمين خالص زي العربيات. بصوا العربيات بتدي اشاره يمين. انا
ده طبعا مكمل على طول هنا، مكتوب حتى نزلة المعادي وطريق الاسكندريه الصحراوي، طريق بقى الهرم وكده، اللي عايز يخش يمين يخش كده. بس طبعا اللي هينزل الطريق ده دلوقتي في الوقت ده يبقى يقابلنا لو فضل في البيت. كده منطقة القطامية بقى على شمالنا كده، العمارات اللي انا قلت لكم عليها من بره هي دي، المدخل بتاعه من هنا كده. احنا بقى مكملين على مدينة نصر. المحور ده محور معرفش اسمه، محور الشهيد اعتقد، ده بيودينا على مدينة نصر. كل الدخلات انت ماشي كده لحد جامعة الازهر، لحد استاد القاهرة، لحد حدائق القبة كده. انت ماشي كده بقى يقابلك كذا مدخل كده، يقول لك انت يعني مثلا الدخلة الجاية يمين دخلة الحي العاشر. مركز مصر للمعارض الدولية، وحي الاسمرات بقى شمال. انت عايز تخش حي الاسمرات تخش كده ايه يمين، يعني تعدي من تحت الكوبري وتخش يمين كده وعلى شمال المقطم وحي الاسمرات والهضبة الوسطى وحي الاسمرات والمقطم مكتوب. في هنا عمارات على ايد الشمال بتتبني بس شكلها جميل قوي، لسه جديدة. البلكونة بتاعتها لونها بني، مش في بني، فبصراحة شكلها حلو. عارفين البني اللي هو البني بس معرفش دي تبع ايه دي، اعتقد دي حاجة تبع شركات وكده، مش مكان مقفول. يحذر الرادار بسرعة 90 يا عم، ده انا ماشي يا عم 70 يعني، لا ده انا شد بقى. اليمين الجاي برضه نفس الكلام، محور محمد ده التجمع الخامس ومركز محمد مصر. ماشي تمام. قريته ولا انا ما قريتش؟ مركز مصر للمعارض الدولية ويقول لك التجمع كده. انا عارف بقى ان انا لو كملت كده على طول على طول على طول على طول هلاقي زحمة، هلاقي زحمة قدام كده في حتة كده، لازم تبقى زحمة. احنا عادي نخش في الزحمة بقى ونشوف الزحمة بتاعت رمضان. انا متنح من اول رمضان بس والله غصب عني، يعني انا بحب يعني. ايه ده في حاجات كده، في ميه او في حاجه دي كده، بس الحمد لله ان انا قافل الازاز. حد يعني معرفش رمى ميه ولا رمى شاي ولا حد بيشرب شاي ولا مش عارف، بهدل العربيه الله يسامحه. ولا ده طائر مثلا عمل بتبيع علينا واحنا ماشيين. بصوا الزحمه اللي انا قلت لكم عليها، هي دي بقى الزحمه اللي بتخلي الواحد وهو صايم يفطر. فالواحد بقى ايه ما بيحبش ينزل في رمضان علشان الزحمه، وبيحب بقى ايه هو شهر في السنه بقى يستمتع بقى بالشهر، يستمتع بقى ما بين الايه، مش يستمتع بالمسلسلات، انا ما بتفرجش على مسلسلات الحمد لله ربنا يديم علينا نعمه يا رب. يستمتع بقى بالصيام، بقراءة القرآن،
الصلاة في المسجد كل الأوقات، يقعد يسمع مثلا الدروس اللي هي بتبقى مثلا بعد العصر في المسجد، وطبعا بعد في اللي هي صلاة التراويح بيبقى في درس برضه كده. الحاجات الحلوة دي، الحاجات اللي هي بتاعت رمضان. مش بقى مش هنفطر فين النهارده وهنتسحر فين النهارده والمسلسل ده كذا وده ضرب. مش هقول لكم ان انا ما بتفرجش على مسلسلات، بس انا بتفرج على المسلسلات بعد رمضان. يعني انا لما الاقي الناس كلها بتقول مثلا ده مسلسل مثلا ايه، مثلا المداح مثلا حلو السنه دي وكويس ومحترم وما فيهوش حاجه وحشه كده والاسره كلها ممكن تتفرج، بس خلاص عادي بروح متفرج. وما بتفرجش بقى باعلانات والكلام ده، لا بتفرج من على النت عادي يعني. المسلسل مثلا لو هو نص ساعه بياخد نص ساعه، مش نص ساعه مسلسل وثلاث ساعات اعلانات. ده انتوا كده بتدمروا رمضان يعني. بس وبدل ما نتفرج مثلا على حلقه واحنا قاعدين في اجازه العيد، ممكن نتفرج على المسلسل مثلا في يومين ثلاثه كله 30 حلقه، واحنا قاعدين كده كده اجازه بقى. قاعدين بنعمل ايه؟ بنهزر وبنضحك ومشغلين المسلسل بنتفرج بس. بناكل بقى ترمس وبناكل حمص وبناكل كحك العيد، الحاجات الحلوه دي. كل سنه وانتم طيبين. انا مش عايز اقفل الزحمه علشان اوريكم معاناه الناس الصايمه اللي هي بتروح في التقديم، يعني علشان تدعوا لهم ربنا يتقبل منهم صيامهم وربنا يرحمهم ورحمة الواسعة على العذاب اللي هم بيشوفوه. فانا النهارده واحد منهم، بس انا يعني نازل كده كده يعني الساعه كام يعني؟ انا نازل الساعه، انا صحيت النهارده بدري، صحيت الساعه 11. انا بصحى مثلا 11 ونص 12 الا ربع علشان اتوضى كده والحق انزل المسجد اصلي الظهر. بعد كده نطلع نشوف بقى نعمل ايه، ورانا حاجه نعملها، حاجه بقى نوصل بيبقى للبيت. وبعد كده نفضل قاعدين بقى ايه، نقرا قران لحد العصر، وننزل نصلي العصر في المسجد. شوف برضه لو في حاجه بقى ايه، بحب انا اعمل السلطه بقى، اروح اعدي بقى ايه، اجيب بقى السلطات والحركات واقعد بقى كده ايه في المطبخ اعمل انا السلطه. ادلع السلطه كده بقى وليمون بقى وخل وحركات كده وفلفل بقى حار كده وادلعها، ونحط السلطه في التلاجه كده ايه، تنزل ميتها كده لحد ما المغرب يأذن. بس النهارده مش هعمل اي حاجه من الحاجات اللي انا بحكي لكم عليها. النهارده هروح اكل على طول. هي الحته اللي عندي دي بس اللي زحمه. خلاص على كده، عايز اخش يمين برضه كده، اخش الحي العاشر واخش مدينه نصر والكلام ده. لا بص، احنا ماشيين في مدينه نصر، المحور ده يعني يعتبر محور في مدينه نصر.
الشرطة بمدينة نصر، مستشفى الشرطة بمدينة نصر. كل بقى الشوارع اللي على اليمين ده أي شارع، الشارع اللي بعد البنزينة وكل ده يدخلك مدينة نصر. حي بقى السادس، الحي السابع، أي حتة. بس كل الناس اللي داخلة دي داخلة مدينة نصر. الحي العاشر هو محور ايه؟ ما عرفتش اقول ايه، شينزو مش عارف ايه اللي مكتوب ده يا جدعان. في حاجات بتتشال يعني من الحروف انا ما خدتش بالي. كده خلاص يا جماعة داخلين على المنطقة بتاعت الحي السادس وجامعة الأزهر بمدينة نصر. المنطقة دي بقى تبقى زحمة موت، فاحنا كده هننام هنا النهاردة. فأنا كده علشان الفيديو ما يطولش أكتر من كده مضطر أول ما أقف في الزحمة يعني أقفل. وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. وادعوا لنا بقى يا جماعه، ادعوا لنا الايام دي اللي الدعوات فيها مستجابه، وربنا يكرمكم كده ويبلغكم ليله القدر، وتدعوا لنا كده في ليله القدر. انا بدعي لكل الناس والله بدعي لكل الناس، ربنا يغفر لنا كلنا والله. فادعوا لنا والنبي معاكم ورمضان كريم. ولعل كده في حد كده يدعي لنا كده بظهر الغيب كده، حد ما نعرفوش ولا يعرفنا ودعوته تستجاب، ولنا بالرحمه والمغفره. خلي ربنا يعفو عنا بس كده يا جماعه. كده انا بقى ايه ابتدي الحرب. انا حارب بقى مع الناس اللي هنا بقى، الزحمه. السلام عليكم.